أغلب الأسئلة اللي بتجيني من المتابعين عندي كلها عن ضعف الأوزان، عن تأخير الوزن، عايزين حاجة تزود وزن الفراخ عندي وزنها متأخر. أنا النهاردة هقولكوا على حاجة هترفع عندكوا وزن الفراخ. هننزل تركيبة على المية وفي نفس الوقت هننزل حاجة تانية على العلف، الاتنين دول كده مع بعض هيظبطوا عندي الوزن، لأن التركيبة دي مع بعض هتفيدني في حاجتين. هتفيد عندي الجهاز المعوي وهتفيد عندي الجهاز التنفسي. هتفيد الجهاز المعوي، تعتبر كأنها مطهر معوي، لأن 90% من وزن الفراخ بيكون في الجهاز الهضمي. لو الجهاز الهضمي عند الفراخ شغال كويس وبيهضم الأكل اللي الفراخ بتاكله، فبالتالي هيحاول ويديني معايا وزن، فبالتالي وزن الفراخ عندي هيزيد. ده غير كمان الجهاز التنفسي، لأن الفرخ لازم يكون واخد وحده في النفس، لازم يكون بيتنفس كويس. ما عنديش مشكلة تنفسية مضيعة عندي الدنيا. وده الخطأ اللي بيقع فيه أغلب المربين، إنهم بيدوروا على زيادة وزن الفراخ وفي نفس الوقت هم عندهم مشاكل في الحرارة، عندهم مشاكل في التهوية، عندهم مشاكل في الفرشة، ومتهيأ لهم إن في أي حاجة في الدنيا ممكن إن هي تظبط عندي الوزن بتاع الفراخ، وأنا عندي كل المشاكل دي. طيب أنا الحمد لله الدنيا عندي تمام، الفرشة هي نظيفة، التهوية عندي كويسة، الحرارة برضو مظبوطة. مفيش مشكلة بقى إن احنا ندور كده على حاجات طبيعية نحسن بيها من مناعة الفرخ، نرفع بيها من وزن الفراخ، حاجة تساعد معايا في ان هي تزود عندي وزن الفرخ، وفي نفس الوقت حاجة ممكن تكون مش مكلفة، حاجة توفر معايا في تكلفة الفراخ. وخصوصا إن دي تربية منزلية، احنا اعتمدنا كله في التربية المنزلية على الأعشاب، اعتمدنا على الأدوية بيكون بسيط، بننزل الأدوية المهمة بس الضرورية، أو الأدوية اللي بتكون بتواجهنا مشكلة ونبقى مضطرين إن احنا نلجأ للمضادات الحيوية علشان نحلها. نيجي بقى نشوف النهاردة متوسط الوزن عندنا كام. اليوم 25 الأوزان عندي بتبدأ من أول كيلو 400 لحد كيلو 780 و90، يعني الحمد لله الأوزان داخلة عندي على الكيلو 800 في عمر 25 يوم. نقدر نقول إن متوسط الوزن عندي كيلو 500 أو كيلو 600، وده متوسط وزن حلو جدا في عمر 25 يوم. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده عن كلمة متوسط وزن، وإن متوسط الوزن حاجة وسط كده ما بين أقل وزن عندي وما بين أعلى وزن عندي. وزنوا بقى الفراخ وشوفوا الدنيا عندكم ماشية ازاي. مش بالضرورة يكون نفس الأوزان الموجودة قدامكم دي، ممكن تكون في أقل 100 جرام، أقل 200 جرام. يعني لو المتوسط عندكم كيلو 400 برضو كويس ومفيش أي مشكلة. بالنسبة للأدوية البيطرية، عشان نبقى مكملين برنامجنا لحد الآخر ونقول كل الأدوية اللي بتنزل، احنا قلنا إن آخر حاجة عندنا كانت جرعة الكوليستريديا والكوكسيديا، نزلناها من عمر 21 و22 و23 يوم. اليوم 24 أنا فصلت فيه عن الأدوية نهائي، نزلت مية عادية خالص من غير أي أدوية أو أي حاجة. واليوم 25 اللي هو النهاردة ده بداية جرعة مضاد سموم ومنشط كبد وغسيل كلى، ودي الجرعة الثالثة. الناس اللي بتسألني على مواعيد الجرعات دي ننزلها امتى، البرنامج يا جماعة كله أنا بنزله اهو على القناة وبنزله برضه على الصفحة، يعني اللي هيتابع الفيديوهات يوم بيوم هيعرف كل حاجة عن البرنامج والمواعيد اللي احنا بننزل فيها الأدوية دي. بالنسبة للناس اللي هي بتربي أعشاب، أنا برضو قلت على أعشاب بديلة للأدوية دي في الفيديو بتاع اليوم الثامن. الجرعة دي هنستمر عليها أقل حاجة 3 أيام، أنا عن نفسي هنزلها 5 أيام متواصلين. ليه 5 أيام؟ لأن دي آخر جرعة مضاد سموم ومنشط وغسيل هنزلها للفراخ. من بعد كده خلاص، من بعد عمر الشهر الفراخ مش هنزل لها غير الحاجات الطبيعية، الحاجات اللي هتساعد معايا في التحويل، لأن وزن الفراخ هيبتدي يزيد من بعد عمر الشهر. فهننزل إن شاء الله حاجات تساعد على التحويل وحاجات ترفع معانا مناعة الفرخ، إنما إن شاء الله مش هننزل أي أدوية إلا لو حصل عند أي حد فيكم مشكلة محتاج إن هي ينزل لها علاج، فلازم إن إحنا نعالجها. إنما مادام الحمد لله الدنيا ماشية عندنا طبيعي وما عندناش أي مشكلة، هنستمر إن شاء الله ونكمل بالأعشاب لحد آخر الدورة. طيب ايه هي التركيبة اللي انتوا شايفيني دلوقتي منزلاها ايه قدامكم للفراخ؟ انا مجوعة الفراخ بقالها ساعتين او اكتر شوية على ما انزل التركيبة دي، مجوعة الفراخ ومعطشاها، شلت الاكل وشلت المية. طيب التركيبة عن عبارة عن ايه؟ اول حاجة هنجيب بصلة وهنجيب توم، هنجيب حوالي بصلتين او بصلة على حسب مقدار الفراخ الموجود عندك، وهنجيب معاهم كده حوالي 5 أو 6 فصوص من الثوم.
انا عايزة البصل والثوم يتفرموا بحيث ان هما منزلوش مية، يعني مش عايزين نحصرهم في خلاط او نعملهم في مفرمة يدوي. الافضل ان هما يكونوا يتعملوا في كبة بحيث ان هما ما ينزلوش مية. بعد ما افرمهم هضيف عليهم معلقة من القرنفل المطحون، معلقة من الكركم، ومعاهم معلقة من القرفة. هقلب المقادير دي كده كلها كويس مع بعض، وهخلطها بقى على حوالي كيلو 2 كيلو من العلف، على حسب طبعا مقدار الفراخ عندك ممكن تاكل قد ايه. يعني احنا عايزين نخلي الخلطة دي قدامهم حوالي 5 أو 6 ساعات في اليوم بس. نقلبها على العلف ونكون مجوعين الفراخ وننزلها. هننزل الاكل للفراخ وهنسيب كده الفراخ تاكل لما تخلص اكل، وبعدين نشوف بقى التركيبة اللي احنا هننزلها على المية. على المية بقى اول حاجة انا عايزة 3 انواع من الفيتامينات. عايزة فيتامين ه سيلينيوم، عايزة فيتامين الف د، عايزة فيتامين كاف. ال3 فيتامينات دول هناخد منهم سنتي او جرام من كل نوع منهم على لتر مية. معاهم ايه بقى؟ معاهم علبة من الزبادي ومعلقة كبيرة من اللبن البودر، ويتضربوا مع بعض في الخلاط. انا عن نفسي العلبة تحت الزبادي هي علبة كبيرة شوية مش صغيرة اوي يعني، ومعاها معلقة كبيرة او كيس من اللبن نيدو اللي قلت عليه في فيديو قبل كده ان هو كويس جدا في رفع الوزن. ضربتهم مع بعض في الخلاط ونزلتهم على حوالي 5 لتر من المية معاهم الفيتامين اللي انا قلتلكوا عليهم دول. طبعا مع تشوين الفراخ يا ريت بقى يكون عندنا معلقة كبيرة من العسل النحل، وندوبها مع التركيبة دي في المية وننزلها. التركيبة دي كده مع بعض حلوة جدا، هننزلها 3 أيام ورا بعض متواصلين. حلوة ومفيدة للجهاز الهضمي، تعتبر مطهر معوي للفراخ، وحلوة برضو ومفيدة في الجهاز التنفسي، وفي نفس الوقت الفيتامينات بالتركيبة دي كلها هترفع معايا وزن الفراخ. طبعا زي ما احنا منزلين الأدوية اللي أنا قلت عليها مضاد السموم ومنشط الكبد وغسيل الكلى، كل الحكاية ان انا هاخد 5 أو 6 ساعات من اليوم هنزل فيهم التركيبة دي، وهرجع برضو اكمل باقي الأدوية دي. علشان كده بقول ان انا هنزل الأدوية دي لمدة 5 أيام متواصلين. ده كده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. متنسوش بقى تشرفوني في القناة، تفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.